بعد أن أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه مسألة اعتقال الكاتب الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية عنده جنسية مزدوجة بوعلام صلصال أنه هذا شأن جزائري داخلي محض، وما كاين حتى شي جهة أجنبية عندها الحق أنها تخوض في هذا الملف غير الدولة الجزائرية. اليوم عبد المجيد تبون يطأطئ رأسه ويعني ويغير لهجته حول هذه القضية أو هذا الملف من شأن جزائري محض، أنه بوعلام صلصال هو جاسوس وهو محرض على الفتنة ويعادي الوحدة الجزائرية وإلى غيرها من التهم الجاهزة تجاه هذا الكاتب المعارض. اليوم نظرة الإعلام الجزائري حول هذه الشخصية تغيرت المصطلحات وتغير السكريبت، وتحول ملفه من ملف اعتقال مخرب ومحرض وعدو الجزائر إلى حالة إنسانية يجب التعامل معها برفق. والجزائر يقبل يعني الاستماع لأطراف أجنبية كيهمها شخصية أو حالة إنسانية بحال هذه. يعني تبون جاء يعني تلقى رسالة من الرئيس الألماني فرانك فالتشماينر عبارة عن طلب. آه، قال له نرغب بأن تلتفت إلى هذا الملف اللي وصفه بالإنساني، وتقوم بالعفو على الكاتب بوعلام صنصال الذي يوجد حاليا في السجن منذ حوالي سنة. وأوضح مكتب الرئيس الألماني أنه طلب من عبد المجيد تبون النظر إلى في إمكانية العفو عن صلصال بالنظر إلى تقدمه في السن ووضعه الصحي الهش، مشيرا إلى أنه عارض استقبال الكاتب في ألمانيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وذكر المصدر بأن بوعلام صنصال الحائز على جائزة السلام الخاصة باتحاد الناشرين الألمان يحمل الجنسية الجزائرية والفرنسية، وقد أدين في الجزائر في أول من يوليو 2025 في حكم نهائي قضى بسجنه وتغريمه. وقال الرئيس الألباني في تصريح ورد في البيان: لقد طلبت من عبد المجيد تبون رئيس الجزائر العفو عن بوعلام صنصال. مثل هذه الخطوة ستكون تعبيرا عن روح إنسانية وبعد نظر سياسي، كما ستعكس العلاقات الطيبة التي تجمعني شخصيا بعبد المجيد تبون والعلاقات الجيدة بين ألمانيا والجزائر. بوعلام صلصال يوجد في السجن بعد حبسه بتهمة تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وتهم أخرى عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري إلى المغرب. وكان الكاتب قد اعتقل في 16 نوفمبر 2025 لدى وصوله لمطار الجزائر بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر لحدوده الحالية، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على الأفعال التي تهدد أمن الدولة وتعتبرها أعمالا إرهابية قبل أن يتم الحكم عليه 5 سنوات سجنا نافذة في الجزائر. فرنسا حاولت أكثر من مرة التدخل في هذا الملف، لكن النظام الجزائري كان يرفض رفضا مطلقا بدرجة أولى بسبب المشاكل السياسية والدبلوماسية بين البلدين. ويعني كان هنالك مسلسل جذب وشد، ودابا حاليا ألمانيا تتدخل ويعني لأسباب حقوقية، وأيضا شخصي بوعلام صلصال شخصية أدبية وسياسية وازنة في فرنسا وأوروبا. آه، يعني كلهم عارفين الظروف ديال الاعتقال ديالو. يعني أن تعتقل 5 سنوات فقط لأنك صرحت برأي، بالنسبة لأوروبيين هذه المسألة غير مقبولة بتاتا وغير أخلاقية. يعني وتضرب في مقتل مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير. فالرأي عبد المجيد تبون سيرضخ وسيوافق لأسباب ما عندهاش علاقة صراحة بالملف ديال بوعلام صلصال بدرجة أولى، ولكن سيرضخ لأسباب سياسية واقتصادية محضة. آه، الجزائر تمر بأزمة اقتصادية خانقة، وهي غير مستعدة أن تدخل في مشكل أكبر وحرج مع دولة بحال ألمانيا بسبب ملف حقوقي أو إنساني بحال هذا. فسيرضخ تبون وسوف يوافق، لأنه الخيارات عنده ما بقاتش كثيرة جدا، وحتى الأصدقاء ديالو في المنطقة ما بقاوش بالشكل اللي كان عليه الوضع قبل سنوات. وبالتالي أن تخسر حليف أو صديق، الرئيس الألماني كيقول نحن صديق أصدقاء على الجزائر بسبب ملف بحال هذا، ف
بوتبون غيتجاوز وغادي يوافق. فهذا التغير السريع في طريقة تعامل الإعلام الجزائري مع هذا الملف تثير الكثير من علامات الاستفهام. الإعلام ما عندوش قلم حقيقي يكتب به، يكتب فقط بقلم الدولة. لا، لا، قل نعم، قل لا، ما كاينش واحد الحرية ورأي سوي، رأي حر يقدم للمتابع الجزائري. هذا هو الواقع.